ما تجرونيش على هنا وتسالوني. والمطلوب ايه؟ زي ما قلت لك يا باشا، الراجل اللي انتوا سحبتوه ده غلبان. انا هدفع، بس نعرف عليه كام وهدفعهم لنور على الجزم. ده انا ما وريش غيركم بقى وغير وصلات الحاج نور. هقول له هو يا باشا، هو اللي يخف على الغلابه شويه. يا باشا. في يا حاج؟ يا حاج. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Baba. Happy birthday to you. كل سنة وانتم طيب يا عم. كل سنة وانتم طيبين يا ولاد. بتهنوني على سنة راحت من عمري. يا بابا الكلام ده ربنا يخليك لينا يا رب. عقبال ما نطفي شمعة ابنكم يا خالد. ان شاء الله يا بابا ان شاء الله. ده هيكون أحلى يوم في عمري يا ولاد. بس على الله الحقوا بقى. بس انتوا شكلكم يعني كده مش ناويين. الحاجات دي بتحصل من غير ترتيب يا عم. بقول لك ايه، بلاش، خليك زي ما انت كده. يا بابا ربنا يديك العمر وتربيه لحد ما يكبر ويبقى شحط كمان. يديني بقى ولا ما يدينيش. حتى انت لو خلفت انا اساسا مش هعرف اشوفه. كلام ايه ده يا بابا؟ يا ابني انت مش هتخلف هنا لان انت مهاجر كندا، واكيد متفق انت ومراتك انك تخلفه هناك علشان المولود ياخد الجنسيه، مش كده؟ ايه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده؟ مفيش حاجه اسمها كندا يا دينا. انا ابني مش هيسيبني، مش هيسيب هنا. مش هكون انا بربيه واخليه راجل وتيجي واحده تاخده وتروح بيه اخر الدنيا. لو انت عايزه تشوفي حياتك اطلبي الطلاق وروحي عيشي بعيد عننا وسيبينا نعيش في سلام. ده انا ما رضيتش اخليه يسيب هنا ويروح يسكن بعيد عني. عايزاه انت تاخديه وتروحي بيه اخر الدنيا. انسي الموضوع ده خالص. مفهوم؟ بابا من فضلك عايز افهمك حاجه مهمه جدا. مفهوم؟ يا خالد لو سمحت بقى، قلت لك عندي شغل، سيبني دلوقتي. كنت عايزين اقول له ايه يا دينا؟ ان انا وانتي مسافرين سواء رضيت ولا ما رضيتش. مش ده اللي انت وعدتني بيه؟ مش ده اللي كنا متفقين عليه؟ ولا انت كنت بتنيمني يا خالد؟ بتسكتني عشان نتجوز واتعود على العيشه مع اهلك. رد عليا، كان هيحصل ولا لا؟ انا لو كنت بنيمك ما كنتش مشيت في اجراءات الهجره من اصله. حاولي تقدري الظروف. ظروف ايه اللي قدرها؟ ظروف ابويا التعبان. فاحنا بقى مأجلين نعيش حياتنا لحد ما ابوك يخف. حاولي تستوعبي الموقف الصعب اللي انا فيه يا دينا. وعلى فكره اللي حصل النهارده كويس مش وحش، لانه خلاهم يعرفوا احنا بنفكر في ايه وهنعمل ايه بالظبط. ومجرد انهم عرفوا دي خطوه ممكن تخليهم يقبلوا الوضع ده حتى لو بعد شويه. اكتر حاجه مخوفاني انك تكون من جواك شبههم بس فاكر نفسك غير كده. انا داخله انام. تصبح على خير. يلا خشوا كله في المطبخ. بابا حبيبي انت كويس؟ اظن مفيش كلام يتقال اكتر من كده. وحتى لو في، انا عندي تصريفه. يعني ايه؟ يعني حدوته جديده ممكن تخلي دينا تمشي وتفارقنا. سيبني بس كام يوم افكر فيها وهتشوف. وانا بدفع لك فلوس ومعينك راجلي في الحته عشان ايه؟ عشان ايه بالظبط؟ ما ترد يالا. حاج هو حصل ايه بس؟ انا لما بعرف اي حاجه باجي اقولها لك اول باول. انت مش هتنتخ وتحط رجلي على رجلي واذا سمعت اي معلومه تيجي تقولها لي. مش ده اللي هيرضيني. يا حاج شوف انت عاوز ايه وانا تحت امرك. انا عايز عين جوه بيت نعيمه. عين تبقى بتاعتي انا. اسمها ايه البت اللي بات عندها؟ سماح؟ انسى يا حاج. سماح دي نعيمه اللي مربيها ولا يمكن تبيعها ابدا. مفيش حد ملوش تمن يالا.
وبعدين سماح او غير سماح، انا عايز طلب يبقى بكره الصبح عندي هنا في مكتبي، بدل ما اطفحك اللي خدته مني واللي ما خدتوش. يلا يلا روح نفذ، يلا. حاضر يا حاج. نعيمة؟ طب ازاي؟ جابت فلوس منين الولية دي؟ ما هو مش ممكن تكون خدت الفلوس من نور عشان تجيدوا بيهم وهي لسه مرزوعة في البيت. يبقى ايه طيب؟ دي زي ما تكون ورثه وما يهمهاش الفلوس، ما فيش حاجه تهمها غير انها تكيد الحاج نور. ولا يمكن عاوزه الحته كلها تبقى بتاعتها زي الحاج فتح الله يرحمه. هو في حد بيسلف كده لله في لله؟ ولا حودة، الحكاية بالظبط. حكاية ايه؟ عليا انا، ما انت عارف كل اللي بيحصل في البيت من البت سماح. لا سماح مين بقى؟ ما خلاص يابا هي قاعد فيها سماح. طب بقول لك ايه؟ عايزك في مصلحة حلوة. بكرة الصبح إن شاء الله تيجي معايا على البنك وتاخد ال80,000 جنيه تروح تعمل عملية رجلك دغري. نعم. هي ايه الحكاية يا ست نعيم؟ 80,000 بتوع ايه يا نعيم؟ هو في ايه يا اختي؟ وانت وقعتي على كنز ولا ايه؟ ماشية وعمالة تبعزقي في فلوس يمين وشمال. رزقه يا وفاء، صدقة. جالي شوية فلوس وبتصدق بيها، عارفة يعني إيه صدقة؟ بعدين يا أختي افردي وشك شوية. كتر خيرك يا ست نعيمة، بس أنا ما باخدش فلوس ما أعرفش بتاعت إيه. أنا مش بحب أتضايق، المنطقة كلها عليها وصولات للحاج فتحي إلا أنا. أيوة يا أخويا، دي فلوس محبة. عبيرتي ليها معزة كبيرة قوي عندي، واشتكيت لي من يومين من هم الشغل وقرف الشغل، وحمدت ربنا إنك أنت غيرت رأيك في بيع البيت للحاج نور. يا أخويا إحنا أهل. يا ست نعيمة دي مش ورقة ب200، دول 80,000 جنيه. سددهم وقت ما تسددهم، لما ترجع الشغل تاني لا هاخد عليك وصل ولا ورقة. افرضوا وشكوا بقى جاتكوا الهم. الله، سلام عليكم. وايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهم حاجه. الست دي مالها؟ انت رايحه فين؟ رايحه افهم يا طه، عشان انا مش فاهمه حاجه زيك بالظبط. نعيمه، نعيمه استني يا نعيمه. هو في ايه بالظبط؟ ايه الحكايه؟ ايه يا بنت مالك؟ راجلك هيعمل العمليه ويقف على رجليه وانت هترجعي تتسددي. في ايه مالك انت؟ نعيمه، انت خدتي فلوس من الراجل ده؟ يا نهار اسود ونيل، سويتي على الارض، رجعتي له حاجه وخدتي له صدعه في سرها. خلاص يا بنت انت وطي صوتك، تلحقيش قبل ما ارجع له اي حاجه. انت عبيطه يا بنت، الحاجه عندي. امال ايه بقى؟ الفلوس اللي انت دايره توزعيها على الناس وجايه تديها لطه جبتيها منين؟ دفع وجزمه في بقه، وفلوس العمليه ده حقك يا بنت. احنا هنتنطر نطره تانيه خالص، بس اللي في بالي يحصل. انت ناويه على ايه بالظبط؟ ناويه اخليكي شريكتي. مفيش فايده، اجيبها كده اجيبها كده هو نفس الكلام. انت بقى بتصدقي في الكلام الفاضي ده؟ والله يا طه، واحده زي نعيمه بتعمل خير طول الوقت وفاتحه بيتها لكل الناس، مش بعيد تعمل كده. هي بتقول انها باعت حته ارض كانت عندها وعايزه تعمل خير. احمد ربنا بقى ان الخير ده جه من نصيبنا عنه. عبيطة أنا بقى عشان أصدق كلام نعيمة ده. لا يا حبيبتي، لا عبيطه ولا حاجه، وكل كلامها كذب، وحصل حاجه كبيره قوي في الشغل يا وفاء. بس اقول لك على حاجه بقى، انا لا هحكي لك ولا هريحك، وهسيبك كده تهري وتنكتي وتاكلي في نفسك وتلفي وتدوري عشان تعرفي برضه. مش هقول لك. الله الله الله، ده احنا قوينا وبقالنا صوت وبقينا نفهم في ردود الكيد. يا حبيبتي، مش نزلت اشتغلت واتعكيت في وسط الناس خلاص؟ انت كل اللي ليكي عندي ان احلف لك ان ما حصليش حاجه، ولا عمره كان هيحصل يا وفاء، عشان ساعتها كانت هتبقى بموتة، وانت عارفه متاكده قوي من حاجه زي دي. عايزه احلف لك؟ قومي هاتي المصحف وانا احلف عليه. ده كل اللي ليكي عندي، غير كده مالكيش